وجرت انتخابات نادي الضباط على غير رغبة الملك. احنا نجحنا محمد نجيب، واراد الملك عن طريق حيدر باشا انه يقنعنا ان احنا ناخد حسين سري عامر في المجلس، فرفضنا. محمد نجيب الحقيقه كان عاوز يعني يقبل عشان ما يعملش ازمه. احنا رفضنا لان اللجنه اللي راحت قابلت حيدر باشا كانت محمد نجيب وحسن ابراهيم وزكريا محي الدين وانا، فاحنا رفضنا. وحصل الصدام بيننا وبينه، وبعدين جه بعديها بشهرين حل المجلس. أنجب الملك فاروق الأمير أحمد فؤاد ولي العهد في 16 يناير 1952. الملك فرح لما جابت له ولي العهد جدا جدا. احنا وصلنا لها بحريق 26 يناير، وتوالت 6 وزارات. الوزارة الأولانية طبعا تذكرها سعادتك، اللي هي وزارة نجيب الهلالي، ثم علي ماهر، ثم اسمه ايه ده حسين باشا سري، ثم علي ماهر، ثم نجيب الهلالي. ونلاحظ من الملك الاستهانة بل والاستهتار، وقيل الكثير عن الملك فاروق وتصرفاته وطباعه، وتضاربت الأقوال أحيانا واتفقت في أغلب الأحيان. هو كان وطني جدا، كان يحب البلد زي أي مصري. هو كان مظلوم لأنه كان محكوم بالإنجليز والوفد، كان يخاف من الاثنين. الملك ده الشاب كان منفصل عن الناس، عن الشعب، طبعا بيشوف ناس وكان محبوب لدى الصغيرين في السرايا والى اخره، ولكن منفصل عن ضباط الصغيرين اللي من عمره في الجيش. ليه؟ لأن السرايا كانت بتبعد كل واحد من الملك. الملك فاروق يعني كان له أخطاء، وأخطاء شخصية وخطأ عام. الأخطاء الشخصية إنه كان مستهتر، يعني يتردد على بعض الأندية الليلية ويلعب كارت مع فريق معين من الناس. طب ما تلعب في القصر عندك، ادعو هؤلاء الأشخاص عندك في القصر والعب معهم، محدش شايفك. إنما كان مستهتر من الناحية دي، ما تهموش الناحية الشخصية دي. الخطأ العام بقى النزعة، نزعة الرغبة في الحكم والاعتداءات الدستورية، ودي بقى كان بيشجعوا فيها مع الأسف أحزاب الأقلية، إنه ما لم يجد معونة منهم ما يقدرش يعملها. يعني لما يقيل حكومة الوفد، لو يعلم من الأحزاب التانية هتقف في طريقه وترفض الحكم باعتبار الوفد صاحب الأغلبية والاعتداء على الدستور، ما كانش يعمل كده. ما يحلش مجلس النواب إن في أغلبية وفدية، لو يعلم الأحزاب التانية هتتضامن مع الوفد في مقاطعة الانتخابات الجديدة. إنما أحزاب الأقلية رغم منها في الوصول للحكم كانت بتعاونوا بل بتشجعوا على هذه الاعتداءات. ودي ورثها عن أبوه الملك فؤاد، ورثها عن أبوه الملك فؤاد. ده لدرجة أقول لك حاجة ظريفة، لما جه ولي العهد الجديد بتاع ابنه أحمد فؤاد وإحنا في الحكم، فعمل وليمة غدا كبيرة في عابدين، والوزراء طبعا موجودين. فقبل دخولنا قاعة الطعام استقبلنا الوزراء على انفراد، فنحاس باشا هناه طبعا كلمة لطيفة، وقال له إن شاء الله من الله ولي العهد يكون أدم خير على البلد، وكلام مناسب. كان رده إيه بقى؟ متشكر يا باشا، وإن شاء الله يكبر ويرازي في البرلمانات ويحل البرلمانات ويقيل الوزارات، طبعا انتوا هتكونوا موجودين. شوف انا الحقيقه تشائمت، عاوز اعلم ابنه من الصغر ازاي يقيل الوزارات وازاي يحل البرلمانات. يعني دي النزعه اللي كانت فيه.
فيما عدا هذا بقى اقدر اقول لك خصوصا ايام الوفد، حكومه الوفد لم يكن يستطيع نقل موظف، لم يكن يستطيع نقل عسكري من قسم الرمل لقسم العجوزه لقسم شبرا مثلا ابدا. كان يستطيع هذا اكثر من هذا في حكومات الاقليه، مضطرين يخضعوا. هو اللي جابهم، ما نقولوا لا زينا، هقول لهم الله طب انتوا قاعدين ليه بقى؟ ما اجيب الوفد صاحب الاغلبيه، ما دام لا بلا الوفد اولى. انما ايام الوفد ما كانش يملك حاجه ولا يملك تصرف في مليم واحد من خزانه. عين في شبابه، كان لسه شاب في دورنا، يعني كنا في نفس السن تقريبا، وكنا فرحانين بيه قوي لانه كان صوره جميله ومظهر جميل وعلامه جميله. كنا فرحانين ان ملك بيحكمها، بلد بيحكمها ملك شاب يعني. انما مع الزمن ابتدت بقى الصوره تختلف، يعني ابتدينا نسمع ان هناك في خروج عن حدود اللياقه الملكيه، وان هناك في سهرات حمراء بتقام، وان هناك في شرع الهرم وحاجات بقى. ابتدينا نسمع كلام حوالين السرايا، فده ابتدى يصيب الملكيه بشيء من التلوث. فخاصه بعد ما يعني كان في إشاعة يعني افتعلت ان الملك ده يعني منسوب الى العترة النبوية، يعني الى درجة يعني علشان يغرسوا حب الناس للملك كانوا بيفتعلوا نسب مقدس، وكان بيعارضوا او يختلف معاه موقفه بالنسبة لحياته الخاصة. فكان الحقيقة كان نوع من الامتعاض، او نقول يا خسارة لو كان الملك ده هو مستقيم استقامة كاملة، كنا احنا نبقى في اسعد حال. الملك فاروق ملاها فسادا وكان راجل احمق، واعتقد ان الحياة النسائية في بيته وخارج بيته اثرت عليه تأثيرا مؤلما يعني. وما كانش يحتسي الخمر زي ما كانوا بيقولوا والله، وكان بيشرب سوائل جامدة، لأن والدته كانت في حالة خطيرة، دايما عايشة بنص كده صحيا يعني تعبان. فكان بياخد كميات مهولة من السوائل. طب هو كان لا يشرب زي ما حضرتك بتقولي ولا ويصلي. طب ويصوم. طب امال ايه اللي كان بيعمله من المحرمات اذا سمحتي لي؟ الله يرحمه، يعني كان يمكن كان لازم، اصل الفترة بتاعتي كانت دقيقة جدا، والحوادث يعني مش عايزة انه يتغيب كثيرا من السرايا. افتكر كان يحب يروح نادي سيارات، بيفضوا طبعا الشارع كله، ويبقى لهم يعني 4 5 اللي قاعدين يمضي يعني الوقت هناك. طب وهل السهر في نادي السيارات من المحرمات؟ لا، يعني لما يكون في أزمة لازم أحلها، وبعدين يعني يقدر يعني معرفش من وجهة نظري كوتشينة افتكر يعني أظن. ما شفتيهوش حضرتك ابدا بيلعب كوتشينة؟ لا شفته. كان يحب الناس ومخلص اللي حواليه، وما كانش يحب حد يستغله، وكان بني آدم يحب من أول معاشرته. هل كان يصلي ويصوم ولا يشرب الخمر كما قال؟ لن يشرب الخمر في حياته، وكان يعزم عليا بالخمر، ولكن هو قلت له ليه مش بتشرب؟ قال لي أولا حرام وثانيا ما أحبهاش. وكانت الفكرة التي سادت بين المحيطين بالملك إنها ليست أكثر من زوبعة في فنجان. حيدر باشا يعني كان بيقول دول شوية عيال ونحطهم في جيوبنا، يعني ما فيش حد كان بيقول له الصورة الحقيقية الصحيحة. هل بالتالي ظلموه رجال الحاشية ورجال الدولة في ذلك الوقت؟ لأنه ما قالولوش كل الحقيقة أو ما نصحوهوش نصيحة مخلصة؟ كان بيسمع افتكر كلام حيدر باشا اكتر، لكن طالما ما ينزلش بنفسه، لاني فاكره الحقيقه كان راجل كويس قوي دكتور يوسف رشاد، وكان اصله ضابط، هو اتعرف عليه من حادث القصاصين
قال له يعني لابد انك تزور السكنات وتشوف مطالبهم وتلبي مطالبهم. هي دي لكن ما اذكرش يعني مش فاكره حاجه تانية. يعني هي دي السبب. لو كان قدر يعني، ولو ان انا قبل ما نسافر فاكره ايوه ان عمل للضباط الكبار حفله غذاء، لكن على رأسها وزير الدفاع حيدر باشا. يمكن هنتعرض لحته دقيقه قوي، ان حيدر باشا كان يعلم علم اليقين عن الثوره وقيامها بحكم انه ابن علم المشير عامر. انا لا ودي اذا كان سمحت لي ان هتعرض لها، لان دي حته مهمه جدا وحته حساسه جدا. ليه؟ الفتره ما بين الحاجه الاولانيه بتاع طلب الملك انه يعفي حيدر باشا من منصبه وقيام الثوره، اللي حصل في الحته الاولانيه اللي هي انه حيدر باشا يعتزل منصبه، دي انا شخصيا ويعني ما كانش ليا دور كبير اكتر، اني يمكن لطفت الجو شويه بالنسبه لعلاقته مع اخويا، باني انا يعني كان مطلوب لما طلع امين باشا المهدي كان لازم يجي واحد محله اللي هو مين؟ فاختاروا انه يجي اللي هو حسين فريد، وبالفعل وفقنا الى هذا. وعشان نكرم حيدر باشا انه ما يزعلش، فقلنا خلينا الوزير الحربيه يقول لحسين اللي هو حسين فريد قبل ما تروح مكتبك عدي على حيدر باشا واقعد اتكلم معاه ولين الامور، وقد كده تبقى يعني لطيف معاه حتى يشعر ان هو كان له دخل في هذا الموضوع. وانتهى الموضوع، لكن برضه لا يزال في زي ما بيقولوا تريس في قلب حيدر باشا، مش هو اللي كان ينتظره من الملك، لانه الملك كان حيدر باشا بيعتبره ابنه. ازاي يحصل الكلام ده؟ الوشايات وايه الى اخره. هو اللي حاصل ايه بقى؟ ان حسين سري عامر كان ماسك الهجانه، وكان الظاهر محافظ مرسى مطروح، فالشماشرجي بتاع الملك برضه نوبي عنده علاقات معهم، فوصل علاقات الاخ حسين سري عامر الى الملك. فحسين سري عامر بالطرق بتاعته انا ما اعرفهاش عرف يجيب تقرير كامل عن الضباط الاحرار. امال ايه اللي هدى الملك؟ اللي هدى الملك ان هنا ما حدش هدى الملك. الملك كان عايز ينفذ القبض على جماعه ضباط الاحرار، لكن راح اخذ راي حيدر باشا. فحيدر قريبه في صف ضباط الاحرار، فقال للملك لا ما تاخدش بالك منهم، دول عيال، دول صغيرين ودي مش حاجه، وانا ما دول بيلعبوا مع نار والى اخره. ونادى اظن عبد الحكيم عامر اللي هو برضه قريبه، وقال له يا ناس انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتلعبوا مع النار وما يصحش والى اخره. فهنا هدى الملك وخلى الملك يطمئن ان ما فيش مشكله، ولكن في نفس الوقت كان في مشكله. وكان على فاروق بعد أن بدد رصيده من حب الناس له أن يواجه 90 ساعة العصيبة بين تحرك الجيش ورحيله. وتوالت 6 وزارات، ثم وزارة نجيب الهلالي اللي دخل فيها اسماعيل شيرين وزير حربية، ودي ما نامتش أكتر من 18 ساعة بالعدد يعني بالظبط. لأول مرة جالي وقال لي هحط اسماعيل شيرين زوج أختي الأميرة فوزية. كان مفاجأة طبعا. ما كانش مفاجأة ليا والله. ليه يا فندم؟ لأن كان دايما هو الوحيد لبق أولا وينتقد يعني وينصحه قدامي، وأخته جنبي، ودي أقرب أخواته. الإمبراطورية فوزية. أيوه، لأن بينها وبينه السنة. كان يتكلم اسماعيل بيه وأنا أشجعه ويستنط، يعني كان على السداد. لكن التردد تاني يوم أنا ترددت، ما ياخدش القرار بشكل حاسم ونهائي. لا، يقول يعني يتردد. وبعدين أيامي لاحظت إنه بعد عن الجيش. وقبل الملك استقالة الهلالي، وكلف علي ماهر
بالوزارة الجديدة. رجع مرتضى المراغي من اسكندرية وقابلني وقال لي: يا فلان، إن أنا أعرف صلتك الوطيدة بحيدر باشا، فروح قابله وقول له إنه حافظ باشا عفيفي جاي يقول لك قدم استقالتك واطلع. أنا حقيقة شعرت بإن دي برضه تكلفة لازم أأديها، فمن هنا لهنا عرفت منين بطريقة ما إنه حيدر باشا في مينا هاوس. فرحت وقابلت حيدر باشا وقال لي: ازاي انت جاي تعمل ايه؟ قلت له: قلت له ده حد نتكلم. فقلت له: يا باشا انا بس حبيت اقول لك ليه، يعني انت تعرف ده انا يعني علاقتي بيك طيبه ايه بتاع، بس حبيت اقول لك انه حافظ باشا عفيفي جاي بكره يقول لك تقدم استقالتك. قعد شويه كده وقال لي: يا فلان، انا هقول لك على حاجه، المرات اللي فاتت عدت على خير، بس المره دي هيدفعوا فيها الثمن غالي جدا جدا جدا. انا ما قدرش في دماغي ايه يعني ايه. بالفعل يوميها رحت بالليل قابلت اخويا المرحوم مرتضى وقلت له على الحكايه دي. برضه هو ما علقش عليها قوي اكتر من انه يعني يا ترى هيحصل ايه، ما نعرفش ايه اللي هيحصل. الدكتور محمد هاشم الله يرحمه كان وزير داخليه لانه جوز بنت حسين سري ليس اكثر، وما كان ليصلح حتى وزير داخليه، ده راجل بتاع قانون واستاذ قانون وما كانش ابدا سياسي. انما اللي كان ضعيف هو مرتضى المراغي الله يرحمه، اللي عين في وزاره الهلالي اللي قعدت 18 ساعه، وكان مكلف انه ينزل جري على مصر يتصل بقوات في الجيش ويمنع هذا الانقلاب من جدره، فهرب وخاف وما عملش حاجه. في تلك الأثناء كان الجيش بعد نجاح الحركة قد أحكم قبضته تماما على القاهرة. بعد أن دخلنا حجرة علي ماهر ما ضيعتش الوقت، فتحت الشنطة اللي في ايدي واخرجت منها الانذار الموجه من مجلس قيادة الثورة، وكان بالمناسبة مكتوب بخط ايدي: الى الملك. وحمل علي ماهر طلبات الجيش للملك، ومنها تعيين محمد نجيب قائدا عاما وتخويله السلطة لإعادة عدد من كبار الضباط للاستيداع، وحل الحرس الملكي، وفصل عدد من رجال الحاشية منهم بولي مدير شؤونه الخاصة، وإلياس أندراوس مستشاره الاقتصادي، وحسن عاكف طياره الخاص، والدكتور يوسف رشاد. يقول المهندس سيد مرعي: وافق الملك على معظم المطالب ولكنه تمسك بمحمد حسن وبولي. المنشورات أو طلبات الجيش أنا خدت واحدة منها وحطيتها جنبه، فطلبات الجيش أو مجموعة الجيش اللي على رأسها وزير الدفاع حيدر باشا، ويوم خصوصا ما بعد 16 سنة منتظر ولي العهد أنا شفت مناقشة وسمعت، لكن ما عرفش المنشور كمان إنهم عايزين 2 مليون جنيه، مش نياشين رفع مستوى معيشتهم. اللي هم الضباط الأحرار ولا الجيش ككل؟ الجيش ككل. تفتكري 2 مليون هم السبب في إنه بعد كده طلبوا الملك التنازل عن العرش؟ يعني هو لو كان دفع 2 مليون كانت انتهت. لا، من طلباتهم يا فندم الأحرار قال قدره يعني ما كانش بيفكر. هو كانت الخطة إن أولا الملك يمشي يستسلم أولا، وبعدين بعد كده تعدلت الخطة بعد كده إلى إنه يمشي سيب. يعني يوم 23 ما كانش في حد يعلم إن حد هيقول للملك اتفضل تنازل عن العرش. لكن يوم 23 لما نجح 23 ابتدى التفكير في إن هو يبقى طرد الملك. احنا كنا مجتمعين اجتماع مستديم،
طبعا لما جت حكايه الملك هنعمل فيه ايه، طبعا احنا من الاول خالص اللي يقول لك ان احنا ما كناش عارفين هنعمل ايه في الملك، يعني ما كناش عارفين نعمله، يعني نطرده ولا نقتله، ده هو اللي كان الحوار اخيرا انه ما يتقتلش، لكن ان احنا نخلص منه ما كنا قايمين ليه؟ ولا هنعمل زي عرابي؟ ما هو قلنا بقى ما احنا مش هنعمل زي عرابي. بعض اخواننا من مجلس القياده يرى انه يحاكم ويعدم، بعضهم يحاكم يعني يعدم بلا محاكمه، والبعض الاخر وللانصاف اقول انه كان جمال عبد الناصر من هذا الراي انه يكفي ان يعزل ويذهب، ومرحليا يبقى ابنه احمد فؤاد ووليا للعهد بمجلس وصاية. انتقلت القوات بتاعتنا من القاهره للاسكندريه، سبت الاذاعه يوم 23 مساء. 24 مساء كنت على الطريق الصحراوي بورطه السيارات مدرعه وكتيبه مشاة برأسها بكباش اسمه خليف وبعض الوحدات الأخرى من المدفعية. الملك موجود معاه السلاح البحري، حرس الملكي، سلاح الحدود، غفر السواحل، موجودين في اسكندرية. فكان الهدف الثاني ان هنروح اسكندرية. فالهدف الثاني كان معروف ومخطط له ان هبتدي يوم 26، انما في ذهن المخططين وبعض الناس اللي طلب منهم الاعداد زي طلب مني ان انا اعد قوات عشان تسافر اسكندرية في اليوم التالي في يوم 24. فعارف ان القوات مش مسافر اسكندريه تلعب، مسافر اسكندريه عشان نتقدم للملك بطلب معين وهو التنازل. ينمي المرحوم صلاح نصر اركان حرب الكتيبه اثناء تحركنا للاسكندريه للتخلص من الملك فاروق. يقول الاستاذ ابو الفتح: أثناء اجتماعي باللواء محمد نجيب دخل البكباشي زكريا محي الدين وقال لنجيب إن بقاء فاروق على العرش سيظل خطرا على حركتنا، ومن الواجب أن نعمل على تنازله عن العرش. وقابلت عبد الناصر وتباحثت معه في الأمر، ولكنه لم ينتهي إلى رأي في هذه المسألة. وعندئذ اتصل به القائم مقام رشاد مهنا تليفونيا من العريش وأعلن انضمام حامية العريش للحركة، وقال مهنا: إذا لم تطردوا الملك فإنني سأحضر بحامية العريش لأتولى هذا الأمر بنفسي. ابتدت وحدات الجيش تأيد الثورة وأصبحنا ناجحين، ظهر وضوحنا في إن احنا ناجحين، وظهر البيان وظهرت المظاهرات الشعبية، فطبعا اطمأننا إن كل شيء تم لصالحنا، وابتدينا نطل على الخطوة الثانية اللي هي إن احنا القرار اللي اتاخد بعد كده في ان احنا نطرد الملك من مصر، وسافرنا على اسكندريه. في هذا الوقت كلف الدكتور عبد الرزاق السنهوري وسليمان حافظ مستشار الرأي بمجلس الوزراء بإعداد وثيقة التنازل عن العرش، وكلف الأخير بالحصول على توقيع الملك على الوثيقة. الأحداث كانت سبقت، وسألت فين هو، لأن طبعا قلقانة وحاسة إن في حاجة غير طبيعية. ازاي طلبوا منه التنازل عن العرش؟ يعني كنت بعيدة قاعدة في الحرم زي ما بقول لحضرتك، وسمحوا بس للأميرة فوزية كحرم طبعا وزير الدفاع، وهي كمان كانت حزينة جدا الحقيقة. يعني على ما ذكرت فتحت التليفون لقيت ان كل التليفونات اتقطعت، لكن هو كان عنده جهاز لاسلكي، ما هي دي ومضة الذكاء الكبيرة بتاعته، كانت مفاجأة لأول مرة ليا. فاتصل بكفري سفير أمريكا، اتصل الأول بسفير كان يكره أفتكر ستيفنسون، وعلى العموم كلهم كانوا في التصيف في المصيف، اختيار المصيف. وطلب طبعا التنازل لابنه علي باشا ماهر. كان في واحد تاني بس ناسية من الثورة، لكن ألطفهم كان علي باشا ماهر اللي يقدر، اللي هو جابه، يعني لو كان كمل يعني. وعلي باشا ماهر برضك كرئيس وزارة، فقال أتنازل وأطلع رسمي
اذا كان اقتراح من الملك ولا كان طلب من رجال الثوره؟ لا، طلبه هو. كتابة يا فندم؟ ولا شفوي؟ انا شفت بس انه يعني مضى على التنازل. مين اللي كتب التنازل؟ ما اعرفش والله. افتكر مختصين بقى. كان رئيس الوزراء يا فندم؟ رئيس الوزراء اكيد مع مين هيكون الوصي، واختار افتكر محمد الامير محمد عبد المنعم ورشاد مهنا. كان كويس، شخصيه كويسه. اولا اي واحد في هذا الموقف لابد ان يحدث له نوع من التوتر والاضطراب، لانه بشر. واحد كان في ايده ملك مصر كلها، وبعدين تقول له انك انت هتمشي وتتنازل عن العرش وما يضطربش، ده يبقى ده حاجه بقى غير عاديه. فهو اللي حصل ان هو وقع الوثيقه، لان كان مكتوب تحت انه هيوقع، فراح موقعها. وبعدين هو حس ان التوقيع ده يعني مش سليم، او مش توقيعه صح يعني. فقال لسليمان حافظ انا هوقع فوق عشان بس ايدي ما كانتش يعني مظبوطه يعني، وراح موقع فوق الوثيقه. هو حصل فعلا ان وقع مرتين، بس السبب الحقيقي هو غير السبب المتداول، وهو انه جرى العرف والبروتوكول ان الملك يوقع فوق اسمه في اي وثيقه، وبعدين بيجي كبير الياوران بيوقع في ديل الوثيقه، انما الملك ما بيوقعش، ما هوش ما جراش العرف ان هو يوقع في اخر الوثيقه زي ما اي حد تاني بيوقع، لانه ده ملك له البروتوكول الخاص بيه. فبيوقع عند اسمه فوق. فوقع فوق اسمه الاول، وبعدين طلب منه انه يعيد التوقيع في نهايه الوثيقه على اساس ان هو بيقر ما في الوثيقه. وده يعني احب هنا ان انا يعني مش دفاعا عن ملك، ولكن احتراما لحاكم مصر في يوم من الايام، واحتراما لتاريخنا. ما صحش ابدا ان احنا نروج اشاعه ان ملك يهتز. هو لو الملك كان يهتز كان بمنتهى البساطه طلب تدخل القوات البريطانيه اللي كانت عرض عليه اساسا انها تتدخل، وهو كان زي ما حضرتك عارف من سنه 42 وهو كان فاقد الامل في استمرار حكمه، او كان يعني كان جاله نوع من انواع يعني هي جيف اب، فقد الاهتمام واستسلم من سنه 42، من حادثه 42. فكان لما طلب منه ان هو تنازل بهدوء وببساطه شديده جدا ورفض. ويمكن حضرتك تعرف الجمله المشهوره اللي قالها: اتنازل عن 1000 عرش ولا يحط كلب انجليزي رجله على ارض مصر تاني. ده اللي قاله لما طلب منه السماح للقوات البريطانيه انها تتدخل للدفاع عنه ضد الضباط الاحرار وضد الانقلاب. ده طبعا لانه اتعلم الدرس من توفيق لما طلب تدخل القوات البريطانيه سنه 1882، وكانت النتيجه الاحتلال البريطاني لمصر. فهو فضل انه يتنازل عن العرش بهدوء ويخرج بهدوء بدون ما تتراش ايده، ويتنازل عن العرش ويمشي. في الاوضه اللي بقول لحضرتك جنبه، كل اوضه جنبه التليفونات شغاله، فكل ما اخش يقول اتفضلوا بره، ويتكلم يعني بعصبيه جدا. وبعدين وطلع قال أنطون بولي على ما أظن عزت بحرية يمكن يجي في المينا، كان في مينا صغيرة في المنتزه، هنتظره وعاكف مش موجود لاصق فيه، فأحسن بسرعة انزلي انتي وأحمد فؤاد وإخواته، وركبت جنبه واحنا طالعين بسرعه لراس التين، اتجاه لراس التين. دخلت الدبابات في المنتزه. وحاصرت قوات حركة الضباط القصر. انا فوجئت كمان ان الساعه 5 الصبح طلع في البلكونه اللي هي تطل على المينا، افتكروني يمكن حد طبعا،
ما نمناش. انا كنت حاطه ابني ولابسين عشان تسليم رجال اللي هم دايما مكروهين. قلت سبق قبل كده الحاشيه اللي من اصل يعني ايطالي او مكروهه من زمان، فرفض وكان عايز ومصمم ياخد أنطون فولي معاه. ليه؟ مش فاكرة. فضربوا بقى رصاص. مين اللي ضرب يا فندم؟ اللي فوق اللي هم طبعا الجنود. الحرس الملكي ولا اللي كان؟ لا الحرس مش الملكي، رجال الثورة. لا حرس رجال الثورة. ايه رد فعله يا فندم ساعتها؟ لما يعني وافق على الطلبات؟ لا يعني هل فكر في يرد عليهم بالسلاح؟ ولا طلب منع التضارب والتراشق وبالتالي ما حصلش الا كل نقدر نقول ايه حاجه مشيت بسلام من غير دماء؟ والله انا طلعت البلكونه ولقيت رصاص ورحت منبطحه بصراحه، يعني ما اعرفش ايه اللي حصل. هل في كانت خيانه من جوه خيانه من بره؟ عموما ده اسمه ونصيب بقى وخطر. وفوق اسرائيل عندنا مدافع فلسطين، وقلت للملك في قوة اسكندرية اللي هي موجودة، القوة بتاعت المنطقة الشمالية، كان قائدها لسه طالع بالحرس واتنقل استلم هذه القوة. قلت له أنا بقترح نطلع القوة دي توقف القوة اللي جاية من مصر في طريق الصحراوي. قال لي يا جلال أنا ما أقبلش إن مصر يحارب مصري. أنا كنت ناوي، كنت أحب اللي أعمل كده. الملحق الإنجليزي اتصل بيا قال لي عاوز أي مساعدة؟ قلت له لا مش عاوزكم تدخلوا. الملحق الأمريكاني العسكري اتصل بيا قلت له يا فلان ده في مركبين أمريكانيين جايين كان المفروض يجوا يزوروا من اسكندرية، قول لهم ما يجوش عشان ما يقولوش اللي جايين يتدخلوا. كان عندي ضابط قائد سفينة حربية سمان عزت، قلت له يطلع بره ويحرس الساحل بتاعنا من راس التين للمنتزه. فالناس قالوا الله ده المركب حاجات تتهربوا. قلت له خش ما خش عشان الاشاعات تبطل. الملك قال لي قبليها بكم يوم تقدر يا جلال نقوم بالمحروسه؟ قلت له يا مولاي ما اقدرش، دي خطر يصح يضربونا وما اقدرش اعمل كده الا ما اخد امر من الرئاسه. فالمساله كلها كانت 99.9% حظ. حظ ضد الملك وحظ مع رجال الثوره؟ مع رجال الثوره. وهو نفسه ما كانش عاوز يقاوم، يعني هو نفسه ما كانش عاوز يحط البلد في موقف حرب اهليه او حاجه زي كده. هو من نفسه كان عاوز يمشي ويرتاح. طلب منه الحرس انهم ياخدوا عليهم في ساعات، رفض الملك. ان حسين سري عامر يقتل لا رجال الثوره؟ ان الحرس الملكي يضرب الصور اللي كانوا محاصرين قصر 60 رفض. حتى حدوث إراقة دماء يعني ولا شيء؟ اطلاقا، وقال ما فيش مصري يقتل مصري ابدا وما يحصلش في عهدي انا الكلام ده. وليكن ما يكون. قالوا له العرش مهدد، انا مش انا اللي هددته. سألت اسماعيل شيرين ليه الملك ما وافق على الثورة وما حاربش ولا حاول حاجة؟ ده عنده أولا قاعدة مصطفى باشا في اسكندرية في صفه. ضباط الأحرار اتضح إن بعد مدة ما كانوش يزيدوا عن 200 واحد، على أساس إن في 2500 ضابط في الجيش المصري مواليين للملك. البحرية ماشية مع الملك، والبحرية عندها مدافع 6 بوصة ونص تقدر توصل إلى ضواحي كفر الدوار. ومش بس كده، غفر السواحل أو الدفاع عن الساحل في مدافع 6 بوصة. دول مدافع البوابير الكبار الإنجليز، دول يقدروا قوي يسدوا دخول أي جيش أو أي قوة عسكرية الإسكندرية. كان ممكن قوي إن الملك
يجند الجماعة بتوعه اللي موجودين هناك ويدافع عن عرشه. ما عملهاش ليه؟ حتى لما حصل اصطدام أمام سراية راس التين حصل ضرب وفي ناس بقى اتقتلوا الظاهر 2 أو 3. الملك أدى أمر إن ما في يحصلش أي هجوم، يعني ما حدش يعارض أي هجوم على السرايا أو أي دخول على السرايا. ليه؟ لأن أنا مش عايز أكون السبب في حرب أهلية هيموتوا فيها مصريين ضد بعض. في تقديري ان الملك لم يكن لديه اي استعداد للمقاومه، خصوصا بعد ما تاكد ان السفاره الامريكيه لن تستجيب لطلبه، وان القوات البريطانيه في القناه لن تتحرك من اجله. فطلقتين 3 في قصر راس التين طلعوا خطا من مدفع ماكينه لحرس الحدود في ذلك الحين. انما لم تلقى الثوره مقاومه في ايامها الاولى على الاطلاق في اي مكان. حضرتك كنت في الحرس الملكي؟ كنت في الحرس الملكي من سنة 46 لغاية ما قامت الثورة. رحت الحرس الملكي مرتين. حضرت الثورة وانت في الحرس الملكي؟ حضرت الثورة، ضربت على الثورة كمان والله. وانا في راس التين كنت انا ضابط عظيم، وضربت على الكتيبة بتاع منعم عبد الرؤوف اللي كانت داخلة من ناحية في راس التين، وكلهم خرجوا، ولولا ان الملك ما كانش كان جبان، يعني هو لو كان استمر يعني احتمال يعني كان يحصل حاجه، لان في ذلك الوقت ما كانش الجيش كله مع الثوره، البحريه ما كانت مع الملك، الطيران نص ونص يعني، انما هو سيب الامور وبعت لنا النجومي باشا قال لنا مولانا بيؤمر بايقاف ضرب النار، فوقفنا ضرب النار، راحوا واخديني انا ومحمد احمد صادق الوزير وخدونا على مصطفى باشا لغايه ما خرج الملك رجعونا تاني. رحت مصلحة المواني والمناير عند أمين باشا الخطيب زميلي، قعدت عنده هناك وبقيت بالتليفون أتكلم أسأل إيه الأحوال، واديت أمر إن مفيش حد يضرب نار. بعد شوية بصيت لقيت تليفون من أروى السادات بيقول لي يا جلال أنا عاوزينك تيجي تقابل محمد نجيب. قلت له طب تعالى خدني. كان بسابق معرفة يا فندم؟ كنت أعرفه. قلت له تعالى خدني. جاء بجيب وخدني من مصلحة المواني والمنائر وداني على مصطفى باشا مطرح ما كان محمد نجيب موجود، وقال لي احنا الملك قرر انه يتنازل عن العرش، وقررنا ان انت تقوم بيه لان هو مصمم ان انت تكون معاه. واداني محمد نجيب. قلت له طيب بس انا نفسي اسال سؤال يا محمد، انا عاوز حرس معايا، عاوز مركبين يكونوا معايا حرس زي كل رحله بقوم بيها مع الملك. فقعدوا يتناقشوا شويه، زكريا محي الدين رفض. قلت له طيب لو حصل اي حاجه للمركب هتكون انت المسؤول. واداني جواب يعني اقوم بالمركب الساعه 6 واوصل الملك لاول ميناء في ايطاليا، وقال لي التعليمات مكتوبه هنديها لك وانت مسافر. اداني جواب. رحت السرايا لقيت الملك في حاله يعني محزنه، وحواليه ولاده والملكه ورجال القصر كله. فقال لي يا جلال ادوني مهله ان لازم اقوم الساعه 6 مساء ولا صباح؟ مساء. فعملنا الترتيب، قلت للمركب تستعد، وقلت للجون الباش سفراجي يقول لي ايه اللي محتاجينه في المركب. قلت له زي كل رحله كاننا رايحين رحله عاديه نتفسح، ما كانش عندنا اكل. بعت ظابط من المركب يروح يدور لنا في السوق يجيب عيش ولحمه واكل عشان الطقم والملك، لان ما كانش في وقت نحضر حاجه مخصوصه. وخدنا حضرنا المركب كلها، كانت بالساعه 4 كانت جاهزه للقيام.
رحت البيت قلت للست تحتي هتفتحي الراديو هتسمعي خبر الساعة 6 وما تقلقيش عليا، أنا هغيب كام يوم وهرجع. ورجعت تاني للمركب وحضرنا كل حاجة للسفر. السفير الأمريكي قبل مغادرته على طول مصر قال له إيه يا فندم؟ ضرب طبعا اتكلم باللاسلكي واستدعاه، قال له يعني if I shall die come my best friend and see يعني I want to go I want to abdicate it، يعني ان اتنازل وارحل بسلام. بس كان يعني لفتة لطيفة ان السفير الامريكاني جه وصل يعني وحياه برضه. السفير الانجليزي ما جاش، كان بره لكن ما كانش يحب الانجليز. وانتقل الثوار إلى الإسكندرية، وكان هناك كل من محمد نجيب وجمال سالم وحسين الشافعي وأنور السادات ومجموعة أخرى من الضباط. وتحرك معاها القائم مقام أحمد شوقي والبكباشي يوسف صديق والبكباشي عبد المنعم أمين. رحنا احنا لتوديعه. فالناس بقى في منطقة السيالة والأنفوشي والبتاع مظاهرات وبتاع، فعطلونا فتأخرنا 5 دقايق. فعلى ما وصلنا على الرصيف لقينا علي ماهر والوزراء والناس اللي هم بيودعوه راجعين من عند الرصيف. فعلي ماهر قال انتوا اتأخرتوا وبتاع، وده كان يعني يود انه يشوفكوا وبتاع. قلنا له احنا كمان نحب كنا نشوفه. قال طيب ما يعني يجهزوا لانش وتروحوا ما نروح. هي جابوا اللانش ونزلنا وركبنا وطلعنا على المركب، فلفينا لفه حواليها كده وادينا التحيه، فما ردش علينا. فلفينا اللفه الثانيه رد علينا، فطلعنا. فروحنا سلمنا عليه، كان وراه بقى مراته وبناته، وطبعا يعني بيباشر القلاطة الملوكية يعني لآخر ثانية. كان المفروض نستنى محمد نجيب، كان جاي يودعه. محمد نجيب اتأخر الساعة 6 إلا 10 قال لي لا لازم نروح المركب، الميعاد جه خلاص. ركبنا اللانش ورحنا للمركب ما هو والملكة والأمراء الصغيرين، واستنينا هناك. أتابي محمد نجيب كان تاه مش عارف يجي على الرصيف، وكانت اليخت على الشمندورة في وسط البحر في وسط الميناء. بعد شوية بصيت لقيت محمد نجيب جاي ومعاه جمال سالم وأحمد شوقي والسكرتير بتاعه اسماعيل حماد وظابط حسين الشافعي. فقلت لحسين الشافعي وحماد بس كفايه عليكم كده، كفايه نجيب وسالم واحمد شوقي يودعوا الملك. راح محمد نجيب جري قدامهم شويه وراح سلم على الملك وقال له يا مولاي تحية عسكرية؟ عسكرية. قال له يا مولاي أنا آسف، أنا آسف. حياتك سمعت؟ أنا بص لي الملك كده باستعجاب. التانيين كان جم بقى معاه. فجمال سالم كان ماسك عصاية في إيده وبيخبط على رجله كده. قام قال له شيل العصاية دي من إيدك. ما برضه قعد قلت له أنا شخطت في جمال، قلت له شيل العصاية دي. فمحمد نجيب خدني على جنب، قلت له انا الباشمهندس جالي دلوقتي بيقول لي ان في عطل في الماكينات، مش هنقدر نقوم الساعه 6 بالظبط، يمكن 6 وربع 6 ونص. قال لي طب يا جدع ارجوك ما تاخرش، اعمل اللي تقدر عليه عشان تمشي.
ميعادك مظبوط. 6:10 أنزل العلم الملكي من على سارية رأس التين، وعزف لآخر مرة السلام الملكي للملك فاروق، بينما كانت المدافع تطلق 21 طلقة. الملك بايع القضية زي ما الملكة نريمان قالت له؟ ايوه. تفتكر ليه حضرتك؟ زهق يعني قال لك انا ايه اللي يخليني اتحمل هذه المسؤوليه، وكان يعني كل حاجه كانت، حتى تصرفاته كان يعني زي ما يقول يائس من الدنيا، وكان هو بيتدبر انه يتنازع عن العرش في وقته. المهم ان احنا طبعا طلعت انا الاول ووصلت المحروسه الحمد لله بامان ورسمي، وهو طبعا نزل فاكره كويس قوي طبعا الرايه، ورفع رايه ابنه ولي العهد له رايه، كل واحد له رايه في البروتوكول، وطبعا معاه على الرصيف من بعيد وانا رايحه المحروسه انا في الاول مستر كفري السفير مع وزير الدفاع اسماعيل بشيرين، وطبعا افتكر الوزراء اصطفوا كلهم، محمد نجيب عصام محمد نجيب، اتمنى لهم قال كلمه حلوه، اتمنى لكم النجاح والتوفيق. ده الملك اللي قال. ايوه. هل كان مثلا متاثر، نقدر نقول عواطفه خانته فالدموع كانت في عينيه، لا بالعكس كان ماسك نفسه، كان ايه بالظبط؟ الملك فاروق ارض مصر قبل مغادرته. ايوه. وهل تاثر احد من الرجال اللي كانوا مودعين له؟ كل الحرس، حتى رجال الثوره؟ لا، رجال الثوره بقى يعني ما كانش في متشفي، ليس عطف. هو محمد نجيب كان متاثر. ومع غروب الشمس تحرك اليخت، وعلى متنه الملك المخلوع، ولم يكن قد جاوز 32 عاما إلا بشهور قليلة. فعلا بعد ما رحلت وطلعنا من المياه الإقليمية ودخلت عليه كان حزين جدا، لكن ما يحبش يوري حاجة. أنا كنت أتمنى أن نتوجه واقعيا الحقيقة إلى دولة، اللجوء السياسي إلى دولة عربية. أول يوم طبعا كان كل حزنة، وكانت ليلة فظيعة جدا. تاني يوم ابتدى يطلع على الكوارتة ويكلمنا ويهزر مع الضباط. تالت يوم ابتدى بقى يهزر زي ما يكون حاجة شالت من على صدره، ويقول لي أنا زعلان جدا بس إن بولي مش معايا، لأن بولي ده هو مسك لي كل حاجة، أنا مش عارف حاجة أبدا. نهايته وصلنا نابولي، أنا افتكرت بقى أنا كنت رافع علم الملك الصغير كان ملك، رافع العلم ملك، منتظر بقى أن يقابلونا بالحفاوة اللي احنا قابلنا بيها إيمانويل ملك إيطاليا لما جه. ضربت المدافع تحية ما ردوش علي. دخلت المينا لقيت عسكري بوليس واقف على الرصيف، مندوب وزارة الخارجية، السفير بتاعنا بدر، والقنصل. دخلت وربطت، بصيت ايد بقى اشارات من مصر، انا عاوزها بالترتيب انزله ازاي. كل ثانيه تيجي اشاره بلاسلكي، عود حالا، يرجع معاك كل الطقم الطلاينه. كان في مجموعه طلاينه معاها، كان في اللي هم العلاق ومدرب الكلاب واثنين الحرس بتوعه والخاص خاص بودي جارد وست ضباط بوليس بتوعنا. صمموا ان يجوا معانا، وحد قالوا لي احنا هننزل مع الملك مش هنرجع.
قلت لهم انا هحطكم في السجن، هترجعوا معايا، يعني هترجعوا معايا، انتوا مش عارفين، احنا كلنا متاثرين، لكن ما كنتوش هترجعوا، انا هحطكم في السجن وارجعكم بالقوه. والحمد لله رجعتهم معايا. فبصيت لقيت لما جت الاشارات دي واحده ورا الثانيه ورا الثانيه، قلت للظابط اللاسلكي رد عليهم، قال لهم ما عنديش وقود وما عنديش اكل. وكانوا عايزين حياتك ترجع قبل ما الملك فورا ينزل؟ لا انزله وارجع على طول. قلت لهم لا مش هرجع الا بكره. قالوا لي اقبض على صيغه الملكه، الصيغه بتاعت الملكه، مجوهرات، وهات الناس اللي معاك دول عشان طبعا عايزين يحاكموهم. بصيت واحد فيهم راح نط في البحر، اللي هو بتاع الكلاب كباتسي، نط في البحر وهرب. الباقيين قلت لهم انتوا حرين، احنا بلد، انتوا طالعين وانتوا دي بلدكم، انزلوا زي ما انتوا عايزين. نزلتوا. فضلت برضه اشارات تيجي وانا ملخوم عاوز اعمل ترتيبي. كان معاه اوراق رسميه، باسبور، شيء من هذا القبيل؟ ابدا ابدا. فجاء السفير اللي اسمه كان بدر ايه، مش عارف كان السفير بتاعنا وقته كان اسمه ايه. قال لي جلاله الملك بيقول ممكن توصلوا لجنوة بدل نابولي. قلت له والله الاوامر تحت ينزلوا في اول مينا، ما اقدرش الا لما ارجع اخد اوامر. في الوقت ده برضه ابتدت الاشارات تجي لي، هات الذهب، هات، مش قلت للضابط ده سلكي اقفل المحطه ما تردش على حد. ونزلت قلت للطلاينه يأجروا لنا فيري بوت اللي هي عابره عشان ينزل فيها يروح بيها كابري، من نابولي لكابري. جت العابره ونزلوا كله، نزل الملك كان متاثر جدا وخدني بالحضن وقال لي يا جلال انا متاسف اني ما اديتلكش ريموت البشويه، انت اول واحد كنت تستحقها. قلت له يا مولاي ده مش وقته، حتى كنت اديتها لي فاتلغت. الرتب اتلغت. حضرنا بعض وخد بعض ونزل راح على كابري. ومعه الحاشيه الصغيره؟ معاه الحاشيه الصغيره اللي معاه. في الوقت نفسه كان عندنا احنا يخت هناك، كان هخش سباق يخوت، كان اسمه فيض البحار، ده خاص للملك الشخصيه بتاعه. نزلت فلايك، قلت لهم يروحوا يجيبوا كل ما يتعلق بالطقم اللي عليه والحاجات الحكوميه ويجيبوا. جم على المركب وقعدنا ليلتها، خدت الوقود بتاعي وجبت الاكل طبعا وكله. وتاني يوم قمنا بعد الظهر. هل جه عرض من دولة عربية لكم؟ ايوه افتكر من الملك عبد العزيز، وكان يعزه جدا. عرض اتجاه الى جدة انكم تيجوا السعودية. ولكن الملك اعتذر ولا حصل ايه؟ ملك فاروق كان علوبة شخص لطيف كمان، علوبة ايوه. يجيب طبعا الإشارة التلغراف ويعرضها عليه. أنا من رأيي الخاص عشان طبعا التربية تكون إسلامية للأطفال، إنما هو توجه إلى إيطاليا. كان بيحرص على وجود ولي العهد بجواره في المركب أثناء الرحلة الأخيرة؟ أيوه، كانوا كل الأميرات صغيرين والملك الصغير. يعني كانت عائلة مترابطة قوي مع بعض. يوم 26 يوليو، فهذا اليوم أنا بالنسبة لي قيام الثورة كانت خطوة كبيرة لا شك في ذلك، إنما كان لابد أن يكون الملك أيضا غير موجود، لأن تهمته هي العفة الملكية. في ذلك اليوم يوم 26 يعني جاءني من قال أنه هناك تحركات من الجيش إلى الإسكندرية، ثم لكن أغلق السجن من غير أن أعرف ماذا تم، وذلك تعلقت بنافذة السجن ولكي أستمع إلى أي شيء، لأنه كان في ميدان القلعة وكان في بعض القهاوي هناك وتذيع. تلاقت يعني بصعوبة في حوالي الساعة 10:30 إلى كلمة أحمد فؤاد،
ماذا أحمد فؤاد؟ إذا لازم الملك تنازل وأحمد فؤاد سيكون هو يعني من حق العرش إلى آخره. ونزلت ونمت كأنني لم أنم. في الصباح جاءني السجان يحاول أن يوقظني وقال لي لماذا؟ ما قلت له، قال ده الاسم كان بيتردد طول الليل على أساس أنك سيفرج عليك. عايز اقول حاجه، قصه صغيره كده. هو واحد زي اسمه الشاويش نوح كان في السريه بتاعتي، بيقول لك يا بيه انا ده واجبي، الراجل بتاعنا انا ادافع عنه. قعدت اقنعه ان الثوره دي كويسه لانه الشعب كله وبتاع، هو غير مقتنع بيها، بيقول لك انا واجبي الراجل بتاعنا ما يطلعش من غير ما ادافع عنه. فانا بديك نوعيه من التفكير اللي كانت موجود لدى العسكري، وده مش عسكري، ده انسان مصري. يقول لك البيت كبير بتاعنا، فازاي يمشي من غير ما ندافع عنه؟ فعايز اقول لحضرتك بعد كده بقى حصل للاسف يعني احداث صغيره كده، هو يعني نتيجه سوء يعني تفكير. يعني تبص تلاقي سيادتك مثلا بعض عساكر بوليس حربي مثلا كانوا يضايقوا العساكر بتوع الحرس، بعض ضابط او اتنين ضايقوا الضباط وبتاع، فحصل نوع من الاستياء. احنا ضباط يعني جايين من الجيش وهنرجع للجيش، فازاي يحصل هذا النوع من ال يعني زي ما تقول المهانه؟ احنا كنا بنأدي واجب. الناس شويه عاطفيين. انا كنت ركبت يومها مع واحد سواق عربيه حنطور، بقول له رايك ايه في اللي حصل؟ قال لي برضه يا بيه مهما كان ده ملك، خرجته كانت وحشه، يعني كان فيها عاطفه، لكن ما برحت هذه العاطفة أن يعني انتهت لحالها. وبعدين في أثناء دي قالوا لي أو اتصل بي علي باشا ماهر كان رئيس الوزارة وقال إنه عنده بيانات عايز يذيعها، ورحت لعلي باشا ماهر فكان عنده المراسيم بتاعة عزل الملك وتولية ابنه ملك وتعيين مجلس وصايا، وكان مجلس وصايا من الأمير محمد عبد المنعم وبهي الدين بركات باشا والبكباشي أو كان قائم مقام رشاد مهان. وكان بقى يومها قال لي علي باشا ماهر، قال لي أنا صوتي تعبان لأن عندي برد مش هقدر أقرأ المراسيم دي، قال لي اقعد أنت أقراها في مكتبه، وأذعتها سجلتها من مكتبه وأذيعت من مكتبه. عاش الملك فاروق بقية عمره في إيطاليا مع بناته اللاتي رفضن الإقامة مع أمهن في سويسرا في بداية الأمر. كنت زهقانة بقى وزعلانة أوي. سويسرا التلج بره والفرن جوه، فكانت مرحلة صعبة جدا الحقيقة. وبعدين بقى تركت سويسرا ورحت باريس. وكنت كفرانة خالص لأن يعني كله إنتاجي راح، ما فيش دخل، ما فيش يعني مرحلة وحشة أوي. بعدين سافرت باريس وفي يعني كان في أصحابي ادوني شقه وقعدت فيها. امير البحار جلال بيه علوبه في لحظات وصول الملك فاروق الى ارض ايطاليا، هل قال حاجه، عمل حاجه تذكرها حتى الان؟ قال لي خليك معايا لان ماليش حد ياخد باله مني وادي لك 1,000,000 جنيه. قلت له يا مولاي انا اهلي واولادي وبلدي في مصر ما اقدرش اسيبها واجي اقعد بعيد عن بلدي ووطني، وانا ليا مأمورية اقوم بيها. وطبعا اول ما رجعت طردوني. كان قال لحضرتك انك لازم تيجي معاه، لازم تسافروا؟ ايوه ايوه سأل كل انا طبعا واخواته انه تحبوا تقعدوا مع حتى فريدة امكم، قال لي انا هاخد الولد. علي ماهر بيقول لي خلي الولد ويبقى تحت وصايا، وعملنا نقيت انا الامير محمد عبد المنعم وافتكر في مش متذكره، اظن رشاد مهنا بالظبط يا فندم. ايوه لكن انا خايف عليه فانا هاخده
فانا تلقائيا طبعا كلنا قلنا موافقين، احنا رايحين معاك على اساس ان احنا هنسافر ونعيش بقى حياه مستقره كزوج وزوجه. عملتوا ايه في المركب؟ غير انه طبعا انا بالليل دخلت عليه فعلا، كان حزين جدا ويعني فيها بعض يعني قطرات من الدموع، كان حزين جدا. دي كانت آخر مرة حد قال له رسميا الملك فاروق ملك مصر والسودان، ولا كانت بتتقال له بعد كده في المنفى زي ما حضرتك عبرتي؟ لا طبعا في المنفى بيقولوا الري الملك، ما لهمش بقى دعوة، لأنه عاش يعني برضك بحاشيته كاملا، والبنيين كانوا 4، وطبعا كان عنده حراس كمان طالعين. دخلتم إيطاليا بجوازات سفر مصرية ولا بدون جوازات خالص؟ بدون جوازات. رحتوا على قصر معين بالتحديد في إيطاليا ولا اخترتم على المهل اللي انتوا لا هي طبعا وصل تاني إلى كابري، كان لازم يكون في عبارة، احنا أخدنا العبارة ورحنا إلى جزيرة كابري، ولأن ما حبوش ناخد يعني نقعد في روما نفسها. لا قصد حياتك الحكومة الإيطالية؟ الإيطالية أيوه، لكن أفتكر إن برضه كان في بعض رجال السفارة في استقباله المصرية، واستقبال عشان كان ابني لسه ملك وملكية، كان منطوي على نفسه لمدة 2 شهر في الأوتيل نزلنا في كابري، وبعدين اتجه قدر، كان في طبعا محامي ملك داميليو اللي هو ملك إيطاليا السابق، عمل له الترتيبات بجوازات سفر دبلوماسية إيطالية، اخترت أنا وهو جروتا فيراتا، فيلا من 3 طوابق وجنينة كبيرة. ما دفعتوش ثمنها يا فندم؟ لا طبعا دفع. أيامه في إيطاليا كانت بتمر إزاي؟ هل اتغير نظام بقى حياته تماما ولا بالعكس كان ما يفعله في مصر يفعله في إيطاليا؟ رجعت بعد 2 2 3 كنا من أسعد يعني زوجين، ونخرج أو نقعد مع الولاد. رجع معرفش أثر وعكة، قال لي ساعات يتمتم يقول لي هتكوني أصغر أرملة في العالم. لكن رجع تاني يتغيب ويزور بقى النوادي مرة أخرى والسهرات لوحده، ودي طبعا أنا لوحدي سببت لي طبعا في الغربة عن وطني في نفسيتي آثار سلبية. وكمان أذكر في عيد ميلاد الملك أحمد فؤاد الثاني، وحفلة طبعا رسمية، أمر بتعليماته إن ابني ما يقعدش معايا أكتر من ساعة في اليوم. في اليوم. كان نظام ملكي ولا كان إيه يا فندم؟ لا ولا كان نظام ملكي ولا حاجة، تعليماته. هذه من الأسباب اللي هي يعني افترقت أو القدر، ممكن أقولها يعني معروفة يعني، لأن كان في طبعا الغلطة إنه سحب الباسبور الطلياني، وكان عنده باسبور آخر موناكو، صديقه رينيه أمير موناكو أيوة، CD دبلوماسي، وأخدت للسي باسي، وطبعا والدتي جت
اتصلت بيها، كنت مريضة جدا، لكن كان عندي أمل، إن برضه إن آخد الولد والبنات ونروح نعيش في سويسرا بدل يعني الأسباب النسائية. أكتر حاجة كان بيحرص عليها في الغربة إيه؟ السبحة وشنطة فيها جميع العملات كنوع من أنواع السامسونايت، جمع العملات، ولا كثروة وفلوس كتير؟ لا مش فلوس كتير، يعني ما عدتهاش. سبق قلت ان ما هو ما طلعش كتير، على ما اظن مش اكتر من 2 مليون جنيه مصري ولا دولار؟ مصري لما تركته يعني. طبعا نزلت في السيباسي اوتيل ديبرك، 300 صحفي في المطار، وتملكت، كنت في سجن ومنتظرة ان يمكن نرجع تاني لبعض او تريث وبعدين طبعا السلطات السويسرية مش ممكن يعني. اتصلنا طبعا بالسفير المصري، قال طيب حاضر، وانتظرته، كنت يعني عشان خاطر الولد او يتصل هاتفيا او يرسل لي سكرتير كاباتسي مثلا اللي بحبه لطيف، كاباتسي من اصل سويسري، ايوه الناس ده كمان كاباتسي. لكن هي اكبر غلطة انه اخذ الباسبور، سحبه مني، وتكلم في الصحف العالمية ارجعي لابنك وارجعي، لكن طبعا شفويا او اذا كان صحافة، مع احترامي مع الصحافة، طبعا كنت اتمنى ان يحصل، فطبعا الانتظار كان صعب جدا، وكان لازم ارجع يعني باي طريقة يعني. فكرت في ساعتها بقى، يعني كنت تعبانة جدا، الوسيلة وكانت ملكية، والسفير المصري قال ما اقدرش، عندي تعليمات اخرى. فاتصلنا بمصر، كان في طبعا مكتب الرئيس محمد نجيب، فاللي رد فوجئت بصوت معبر جدا. ايوه اتذكر صوته معبر، قال تمضي بشروط ودخولك بشروط على الوثيقة، وهي على المطالبة بحقوقي السياسية والمالية. طبعا الوثيقة جابها السفير في الصالون عندي، ومضيت. وتنازلت ملكة مصر والسودان عن كل حقوقها، وخدت الباسبور المصري ايام. ايوه، ورجعت الى الوطن. هل الملك فاروق كان بيربي ابنه على انه هيكون في يوم من الايام ملك حتى بعد الغاء الملكية في مصر؟ ايوه، لحد ما وفاته اختار دكتور من جامعة جنيف يدرسوا العربي مرتين في الأسبوع، وطبعا إنه يكمل دراسته، ودخل في كولاج اسمه روزي. معلومات حضرتك ايه عن آخر أيام الملك فاروق رغم إنك كنت بعيدة عنه؟ برضك يتكلم في التليفون لما أروح أشوف أحمد فؤاد في سويسرا، اللي هو الحل اللي قلناه، وهو رفضه في البداية، وبعدين قعد طبعا في روما لوحده، وترك ابني في يد المدرسة تابوري الفرنسية، والإنجليزية أن شيرمسايد، ودي كنت طبعا يعني المربيات، وأعطى كل المسؤولية ليهم.
أنا في اعتقادي إن المربيات لهم تأثير ومدرسات مباشر، وكنت رافضة هذا. هل كان يهمل في صحته، يكثر من سهراته، يعيش بالطول والعرض؟ أيوة فعلا كان زي ما حضرتك بتقول. يعني ودخل مصحة كمان للتخسيس، وحزن على زواج بنته الأميرة فادية السابقة بجوازها في لندن. حتى كنت بتلتقي بالملك؟ كان في باريس في رويال مونسو، اوتيل رويال مونسو، انا داخل ولقيته قاعد، فرحت له، وعمري ما عملتها ان انا بوست ايد حد، انما لانه كان اكرم وعزيز قوم ذل فسلمت وبوست على ايده. فقال لي الله انت مش خايف؟ قلت له اخاف من ايه؟ ما هي خربت ففضل واقف عشان امشي، قال لي عشان ما يأذوكش. قلت له تأذن لي اني اقعد؟ طبعا انا كنت شايف الحرس اللي موجودين حواليه في كل حته، قعدت معاه 5-6 دقايق، سألني عن احوال مصر والاحوال فيها واحوال العيله وحاجات زي كده، وقال لي كفايه عليك كده، قوم بقى يلا. فقمت سبته ومشيت. ومات الملك في روما يوم 17 مارس سنة 1965. بصراحة شديدة جدا، هل قتلت الملك فاروق؟ لا، لم يحدث. لم يحدث. أمال ليه طلع كتاب وطلع في الصحف لماذا قتلت الملك فاروق؟ هل قتلت الملك فاروق؟ إلى آخره. يعني دي تقدر تقول شطارة صحفية مثلا، إن واحد عايز يختار شيء مشوق يحطه على غلاف الكتاب، إنما لو أنت قريت الكتاب تجد إنه ما حصلش. وبعدين ده بياخدنا الموضوع تاني، مين قال إن إحنا كنا عايزين نموت ملك فاروق؟ ليه؟ وهل كان شكل خطر على مصر؟ لا. حياتك عملت جرسون في مطاعم روما في هذا الوقت؟ ده طبعا دي أعمال أي واحد بيشتغل في أجهزة المخابرات ممكن يقوم بأي عمل من الأعمال. بس اشتغلت جرسون. من واجب ضابط المخابرات إنه يكلف بعملية ممكن تحت ستار معين يعمل أي حاجة، يشتغل أي حاجة. حضرتك ما قلتليش إيه سبب تواجدك بالصدفة في هذه الفترة في روما؟ سواح. في نفس الوقت ده يا فندم بالصدفة؟ تصادف. حضرتك ما كنتش رايح في مهمة رسمية؟ لا. وقعدت قد إيه؟ قعدت يمكن 3-4 أيام تقريبا على ما أذكر. الملك الله يرحمه مات يوم إيه؟ أنا على ما أذكر إنه مات في شهر مايو. وحضرتك كنت في أنهي فترة؟ أعتقد في الفترة القريبة بمايو برضه. هل كان موسوس؟ في الآخر في المنفى أيوه، يعني لازم كان يدوق بيترو. في واحد تاني بيترو، أيوه كان أفتكر بيترو، ويدوق كل حاجة قبل ما هو يدوق. لو حد قال له، لو سمع يصدق. لكن اللبن، يحب اللبن كمان، واللوز، عصير اللوز والموز. فكان يدوق. لكن ما اعرفش، هو شكاك، لكن ما افتكرش كان يعتقد ان حد هيسمه. يعني تفتكري حياتك حد سمه؟ هل ما كنتش موجوده؟ لكن استنتاج، احساس، ما تقدريش تقولي لي؟ هل قتلوا الملك فاروق في جريمه انا كنت موجوده في القاهره، ولما سمعت النبأ طبعا قدمت رسمي للرئيس عبد الناصر، كان موجود، كان في برج العرب. فطبعا انا والاميره فايقه اخته ما حضرناش الجنازه، فسمحوا لي وصلت بعد 7 أيام. وسالت طبعا، يعني ابني كان 13 سنه للاسف صغير، وانا كنت كل همي يعني طبعا اشوفه ايه اللي حصل كده. هل تعتقد ان الملك فاروق قتل؟ لا اطلاقا. الملك فاروق كان عنده مرض هو عارفه، اللي هو تشحم حول القلب،
لأنه كان بياكل كتير جدا. هو كانش لا يشرب الخمر إطلاقا، إنما يشرب كمية عصير فظيعة وياكل ما يبطلش أكل طول النهار. وطول ما هو في السرايا أهو داير بالشورت ولا بأي حاجة وتلاجات، ويفتح حتة فرخة ياكلها ويمسك ياكل حاجة ياكلها ويشرب عصير وهكذا. فحصل له تشحم حوالين القلب، وكانت المصيبة إنه لو خسسوه بسرعة يموت وتركوه بسرعة يموت، وكنا على علم بذلك قبل وفاته إلى أن توفى. ويعيش حاليا الملك السابق أحمد فؤاد في باريس، ويرقد الآن جثمان والده الملك فاروق الأول في جامع الرفاعي بعد أن عاد إلى أرض مصر ليدفن في ترابها بناء على وصيته. مع أجمل المنى وأرق تحياتي.